الكتله، والفي اللي هي ايه السرعه، الفي تربيع اللي هي مربع السرعه. زي ما قلنا اي حاجه في البسط تبقى ايه طرد، الاثنين في البسط يبقى العلاقه بينهم ايه طرديه. وزي ما قلنا قبل كده برضو ان الطردي ده بيمثل بخط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. طيب لما نيجي نرسم الميل، قلت لك لما نيجي نرسم الميل اي حاجه مش موجوده معاك على الرسم يبقى هي الايه الميل. مثلا انت خدت الكاينيتيك انرجي وخدت الايه الفي تربيع، فاضل عندك ايه في القانون؟ بص على القانون، اشرب على الكاينيتيك انرجي واشرب على الفي تربيع، فاضل عندك ايه نص ام. يبقى الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات هيساوي ايه؟ هيساوي نص ام، وهكذا بالنسبه لكتله الجسم. طيب جميل قوي. عندنا بعض الملاحظات هنستخدمها في حل المسائل. اول حاجه طاقة الحركة دي كمية ايه؟ قياسية. ليه؟ لأن هي حاصل ضرب كميتين قياسيتين، وطبعا احنا عارفين إن الكميات القياسية مش محتاجين نعرفها بالاتجاه، دي زي ما أخدنا في الترم الأول. طيب الشغل المبذول بواسطة السيارة تتحرك من الموضع A إلى الموضع B، كلنا عارفين الدبليو بيساوي نص ام في تربيع، هو جاب هنا الفي اف الفي فاينل عشان السيارة هتقف. ببساطة هتشيل الفي بدل ما هي سرعة واحدة هتجيب فرق بين الايه السرعتين، السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والسرعة الايه الابتدائية. طيب جميل أوي. لو كان الشغل المبذول موجب فإن طاقة الحركة هتزداد بديهي جدا، ولو كان سالب فإن طاقة الحركة ايه هتقل. طيب محصلة القوى المؤثرة على الجسم في اتجاه معاكس لاتجاه ايه حركته، ده لو كان ايه سالب، انما لو كان موجب هتبقى في نفس الاتجاه الايه الحركة. يبقى نعلمها بحاجة، لو كان الشغل المبذول موجب يبقى في نفس اتجاه الايه محصلة القوة، يبقى القوة هتزداد والمحصلة في نفس الايه الاتجاه. لو كان الشغل سالب يبقى طاقة الحركة او القوة هتقل والايه وهيكون في عكس الايه الاتجاه بتساوي صفر. لو طاقة الحركة سرعة الجسم ظل مقدار ثابت، لو طاقة حركة الجسم ايه مقدار ايه ثابت. لو الجسم بدأ حركته من السكون بعجلة منتظمة فإن طاقة حركته عند لحظة معينة تتناسب تقدم مربع زمن الفي طبقا لقانون طبقا لمعادلات الحركة اللي بعجلة منتظمة اللي أخدناها في الترم الأول. الفي بيساوي في اي زائد اي تي. لو أنت في حاجة مش مظبطة معاك في القوانين والمسائل بتاعة الترم التاني ممكن ترجع للفيديوهات اللي موجودة في القناة، هي شرحها مش طويل أوي، هي كلها هتاخد منك ساعة بس هتفهم الفيزياء بتاعة الترم التاني كويس جدا. طيب جميل أوي. ناخد بعض التطبيقات الحياتية على طاقة الحركة عشان ننتقل بعد كده لحل الأمثلة والمسائل اللي عندنا في درس النهاردة، وإن شاء الله في الفيديو الجديد ننزل طاقة الوضع. تطبيقات حياتية عندنا إن الكي إي كاينيتيك إنرجي بيساوي نص إم في تربيع. طيب اللي هي بتساوي الإف في الإيه؟ الإف في الدي، القوة في الإيه؟ القوة في الإزاحة. طيب بيقول لك من هنا إن القوة تتناسب طرديا مع مربع الإيه؟ السرعة، يعني كل ما سرعتك تزيد كل ما قوتك تزيد سرعتك هتزداد ايه الضعفين. فده بنستفيدوا منه ان في العربيات اللي بتتحرك بسرعه بننصحهم ان هم يمشوا بسرعات قليله شويه عشان التناسب هنا ايه عكسي، التناسب هنا ايه طردي، كل ما القوه بتزيد كل ما ايه السرعه بتزيد لايه للضعف. طيب جميل قوي. عندنا بعد كده امثله. الشكل المقابل يوضح جسمين A و B كتلة كل 2 M و1 M على الترتيب. أي حاجة أنا حاطط تحتها خط أحمر دي من المعطيات اللي معانا في المسألة. طريقة حل المسائل زي ما قلنا ثلاث خطوات. أول حاجة بتكتب المعطيات، تاني حاجة بتكتب القانون، تالت حاجة بتعوض. تستخدم الثلاث خطوات دولت وكل المسائل هتتحل معاك بسهولة إن شاء الله. أدي دي المعطيات اللي معانا في المسألة. طالب مننا نحسب كاينيتيك انرجي، طبعا دي مساله تعويض مباشر. هنكتب اول خطوه المعطيات، الام اي بيساوي ام، الفي اي بيساوي في، الكاينيتيك انرجي بيساوي كاينيتيك انرجي، الام بي بيساوي 2 ام والفي بي بيساوي 2 في، وطالب مننا نحسب الكاينيتيك انرجي للجسم بي. طيب عندنا بالنسبه لطاقه الحركه اللي معانا في المساله الاثنين طاقه الحركه بتاعتهم ايه متساويه. كاينيتيك انرجي للجسم ايه بتساوي الكاينيتيك انرجي للجسم بي بتساوي ايه نص ام في تربيع زي ما اخدنا في القانون. طيب نجيبها للكاينيتيك انرجي للجسم بي هتساوي نص مضروبه في 2 الكتله اللي عندنا 2 ام في تربيع اللي هي 2 في، يبقى 2 في تربيع هيطلع معاك 4 ام في تربيع. طيب يطلع معاك 8، هيطلع معاك 4 ام في تربيع. هتعوض بالمعادله في المعادله من معادله 1 في المعادله 2 هيطلع عندك ان الكينيتيك انرجي للجسم بي بتساوي 8 كينيتيك انرجي للجسم A، والاختيار الصحيح هو ج. ده طبعا بالنسبه لحل المساله. طيب ده واجب حضرتك هتحله
ده لو وصلت ان شاء الله لاخر الفيديو وعرفت ان في واجب، هتلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف، هتدوس عليه هتطلع لك صفحة الواجب، هتحله وتبعت رقم الإجابة في التعليقات سواء كان السؤال الأول أو السؤال الثاني. طيب ده ملخص كامل للدرس، عبارة عن 3 صفح اللي احنا شرحنا منهم النهارده. هتلاقي برضو لو وصلت لاخر الفيديو هتلاقي في لينك في اخر الفيديو في ملخص كامل ايه للدرس. اشوفكم في فيديو جديد وطاقة الوضع، ميعادنا الاربعاء ولحد الساعة 7 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.